بعد يا جسيمات الكلام المنظم واشرح الحال لا تخشى من أحد ملامه في ربى المملكة سيت قلبي تألم دون سابق مرض كنه من الله علامه بعدها جواني يسوى علم بالليل الأظلم إن صقر الصقور ضحى بروحه غرامان. مرثية مهداة من المملكة العربية السعودية، كتب كلماتها أبو أحمد منير أحمد صالح مظفر، يعزي فيها عمه صالح ابن صالح مظفر وأولاد عمه وجميع أسرة آل مظفر باستشهاد الشهيد البطل صقر صالح مظفر رحمة الله عليه. الجميع من أهالي قرية الجرين بني سبع مديرية يريم. أداء أبو محمد دريب، إنتاج وإخراج الفنان هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. خالق الكون من أهدى عباده وعلام القلم وأكرم الإنسان أحسن كرامه ميزه عن جميع الخلق بالعقل يعلم مسلك الشر من مسلك طريق السلامة من سلك في دروب الخير بالخير ينعم من سلك في دروب الشر يلقى الندامة أحمدك عد ما قد مد جنحه وحوام صقر جارح على صيده وكسر عظامه وعد ما قد ضيب واعي الليل صارت تهجم وعندنا الفجر تحني رؤوسنا كالنعامة بعد يا هاجسيها الكلام المنظم اشرح الحال لا تخشى من أحد ملامه في ربى المملكة حسيت قلبي تألم دون سابق مرض كنه من الله علامه بعدها جاني يسوى علم بالليل الأظلم إن صقر الصقور ضحى بروحه غرامه لأجل حصن الشرف ما يعتدى أو يهدم عاش مثل الأسد ومات مرفوع همان كان قادر يذل النفس من أجل تسلم لكن إنه معودها على احترامه واجه عداء دربه ما تخوف ولا اهتم بالرصاص الجبان حتى أصابت صمامه كن جسمي لذاك العلم أصبح محطم كأنها حادثة تنذر بيوم القيامة من عظيم المصاب سالت دموعي مع الدم أصبح القلب في ذكراه هايم هيامة افتكرت الفؤاد ذي كان به صقر ينعم الخصال الحميدة واذكر الابتسامة ما حدا كان في جهده ولا منها أكرم ياخذ الحق للملهوف غصبا أمامه له في قلبي على ذاك الأصيل المكرم كان يرزاح همي عندما سمع كلامه الهم الصبر قلبي الإله المعظم والهم العم وابن العم واهل الشمامة بالأخير يا أبو بشار أنت المقدم حفظ الأشبال لا تخرج عن الاستقامة فكرة البغية ولا الاعتداء تورث الغوم شرع رب السماء ما نقبل إلا احتكامه والصلاة والسلام في بدع ولا بمختام توصل المصطفى
وآله من أهل الزعامة والصلاة والسلام في بدء